يا شيخ أنا حلمت حلم أول شيء كنت عندي حمل خارج الرحم. بعدها قريت رقيتك 5 أيام ووقفت لأني تعبت وصار عندي نزيف 3 شهور. بعدها حملت ثاني مرة على نفس الجهة حمل خارج الرحم، وكل مرة كانت كلها أحلام عن قطاوة في بيت أهل زوجي تحت بالمصافط، دايما قطاوة وعيونهم كبار، والقطاوة هذه تحاول تهاجمني. مرة حلمت إن قطوة كانت بتدخل علي بالسيارة وأنا أدزها وهي تحاول تدخل، وأنا أدزها وتحاول تدخل لين حطيت أصابعي بعينها. بعدها وخرتها لكن ما راحت بعيد، تحاول للحين تدخل. واستمريت على حلم بالقطاوة، استمرت. بعدها حملت أنا بحمل واحد. حملت اليوم، حللت إني حامل. نمت حلمت إن عزك الله الدورة نزلت علي. قمت من النوم فعلا الدورة نزلت علي وطاح اللي ببطني. إيه طيب هذه قرينة والعياذ بالله. وبعدها الحين أنا قاعدة مسوية أنابيب، وكل مرة قاعدة أتحلم بقطوة. الحين لما سويت حمل أنابيب أنا دائما قاعدة أقرأ وأصلي وملتزمة، دائما قاعدة أقرأ. شفت قطوة تفتح علي الباب وتطالعني من بعيد، بس إنها ما قربت لي. قطوة تطالعني من بعيد. وفي قبل لا أسوي العملية الأخيرة للحين كنت أتحلم إني أنا شفت قطوة كبيرة لها أسنان. قلت هذه ونحشت، كنت أنحاش بمكان أبيض، كانت تعضني صب ظهري، ويوم عضتني ما كان علي ملابس. جت أمي تطقها على راسها لكن ما وخرت. أنت من وين يا لولو؟ شيخة أنا من الكويت. الكويت. ما سبق في حمل وخلفة موجودين؟ بلى عندي بنت. ما شاء الله، الله يحفظها ويحميها يا رب. آمين. كم عمر البنت؟ عمرها 5. 5 أشهر ولا 5 سنوات؟ 5 سنوات. عندها مشكلة بالباطنية، تشتكي من المعدة ولا لا؟ لا. لا الحمد لله. والزوج بس في الظهر؟ أنا زوجي ظهره مكسور، الظهر كان مكسور في عملية. والآن يعاني من مشكلة بالظهر برضو؟ لا زال يعاني؟ لا. سوى عملية وطاب؟ إيه. طيب الحمد لله. خليني أقول لك شيء. أنت تعاني من مشكلة زي النغزات بالمعدة يمين ويسار، بأسفل المعدة من جنب الفخذ، يعني من يم الورك. إيه. نغزات مرة باليمين ومرة باليسار ومرة بالاثنين مع بعضهم. قليل، اللي هو يقولون صوب المبايض. أي لكن تجي نغزات فيه، آلام بسيطة زي الوخز. إيه. إيه. وتروح. إيه. أنا طلع لي بعد حساسية في الجسم، قالوا إنها نادرة. هذه طلعت لي فجأة شوفي وراحت وردت بعدها ب4 سنين. تروح كلها. شوفي شيخ اسمعي كلام. المنامات بالقطط، إذا تكالبت القطط على الإنسان في المنام، وخاصة بمخالب أو بأسنان أو بأنياب وآذت، وصلوا 3 مليون يلا. أو اعتداءات منها، اعتداءات شيطانية، هذا تدل على أنه نعم هذه المرأة عندها شيء من القرينة أو التابع، اللي نسميه احنا التابع أو الخية أو القرينة أو سموها ما شئتوا، اللي هي مس الأرحام، شيطان بالأرحام، تؤذي الأجنة، تسقط الأجنة. أحيانا أجلكم الله تنزل الدورة قبل موعدها، وأحيانا توقف الدورة ما تنزل موعدها. الشياطين تتحكم وتؤذي، نعم، إذا تسلطت وأذن الله بذلك. لذلك أنا أوصيتكم، إذا أنت ما سويتيه يا شيخة سويه، أنا أوصيتكم بالماء والملح والمرة عليه سورة الفاتحة والزلزلة. اللي حامل لا، اللي حامل خلاص تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتركي نفسها بالفاتحة والمعوذات والخمس الأوائل من سورة آل عمران، والخمس الأوائل من سورة آل عمران، أو الصفحة الأولى كاملة من سورة آل عمران. تسلم يا وهايب، الله يكتب أجرك يا بعد راس. أبعيد عليك مرة ثانية، يعني بكرة تبدأين تجيبين ملح خشن اللي هو الملح الصخري، تحطين كل اللي عنده مشاكل بالأرحام أو المبايض أو الدورة أو لخبطة أو ما تحمل، أو إذا حملت تسقط، تستعين طبيا سليم، طبيا سليم. تجيب الماء والملح والمرة. إذا ما جبت المرة، الملح يكفي، حطوه بصحن، اجلسي في الحوض بحيث أن الماء يصل إلى منطقة السرة، تقرأين فيه الفاتحة 2 و3 و10، تنفثين بالماء بالريق بالطريقة هذه، وتقرؤون فيه كذلك. أنت حامل الحين يا شيخة؟ أنا الحين مسوية أنابيب بس للحين ما طلع النتيجة. طيب تنتظرين
تنتظرين حتى تطلع النتيجه. فاذا انت حامل لا تسوين واذا تسوينها بدون قراءه الزلزله او غيرها، تقرأين سوره الفاتحه بالماء والملح والمره حتى تساعد على هذا الامر. لا تقرأين غير هذا الامر، الفاتحه تحديدا اقرأيها على الماء واغتسلي فيه، او انتظري حتى تطلع النتائج. لكن اللي عندها مشكله ولا زال ما في حمل تقرأ بسوره الفاتحه وزي ما قلت لكم الزلزله والمعوذتين على الماء وترقي. في ناس كثيرين يقولون ليش انت تقول سوره الزلزله مثلا؟ سوره الزلزله سبحان الله العظيم لها تاثير قوي جدا على مس الارحام، على اي اذى شيطاني تخرجه. فلما يكون المس بالارحام والمراه حامل، فاذا تحرك هذا الشيطان بهذا المكان يحدث فجوه فيسقط الجنين. كثير جدا. ليش انا قلت هذا الشيء؟ لانه كثير جدا هي ما تدري انها حامل، او تدري انها حامل بس ما اخبرت، سمعت بهذا الامر وتقرا فسقطت الجنين. ليش؟ قالت والله انا عندي قرينه اساسا وعندي تابعه من اساس في الارحام وقالوا لي انه فيه، فاسقط الجنين. لذلك انا اقول لا، اللي حامل تتوقف وتكتفي بسوره الفاتحه والخمس الاوائل من سوره ال عمران، حتى باذن الله سبحانه وتعالى يثبت حملها، والتوكل طبعا من قبل ومن بعد على الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني أقرأ على الماي سورة الفاتحة وأول سورة آل عمران، صح؟ نعم، الصفحة الأولى من سورة العمران، تشربين وتغتسلين فيها وتتوضئين في وضوء الصلاة. مشكور يا شيخ، شكرا لك. استودعتك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. تفضلي. بيفسر حلم. حلمت ان ابو طليق السابق متوفي الله يرحمه، وزوجته جوني بالحلم، وكان يراجع في بيت ان طليقي فيه اول اللي هو قبل 17 سنة سجاير. وابو طليقي قال لي، قلت له ايش جايبني هنا؟ ليش مرجعني؟ ايوه. عيدي المنام مرة ثانية ورتبيه. الو. انا حلمت اني بابو طليقي السابق قبل 17 سنة، هو وزوجته هم متوفين الاثنين، وكانوا في وجيههم بياض وجمال مو طبيعي، بشكل بهيئته شايب وعجوزة. وانا رجعت للمنطقة اللي كنت عايشة فيها عن طليقي اول، قلت انا وش جايبني هنا؟ قال لي ليه يعني ما تبين هذه غرفتك؟ ما تبين تجلسين انت وعيالك هنا؟ قلت له لا. قلت له طلعني الحين يا عم من هنا. المهم قال لي مسكيني او امسكك، يعني ان احنا نمسك بعض. واستفرغت عشب اخضر، يعني قام يطلع من فمي عشب اخضر، وانتهى الحلم. انت على رقية؟ ايوه. ومتى شفتي هذا المنام؟ شفته قبل 3 أيام. اول شيء يدل على ان هؤلاء الاثنين او الاشخاص اللي شفتيهم بالشكل اللي شفتيه ببياض وبشكل جميل، هذا يدل انه من اهل الصلاح من اهل الخير باذن الله سبحانه وتعالى. اضيف الى ذلك انه انت يدل على انه انت بتخرجين من هذا البلاء باذن الله سبحانه وتعالى، انك تشوفين ميت ويعرض عليك ما يعرض ثم تخرجين من هذا المكان، هذا يدل على انه انت بتطلعين من الازمه اللي انت فيها ايا كانت باذن الله سبحانه وتعالى، وهو يبدو انه في بلاء، لكن راح تطلعين منه سالمه باذن الله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ، أنا قد كلمتك قبل 6 شهور أول ما بديت في الرقية. أول شيء حلمت بالصراصير والشعر إنه طلع، هذه أول مرحلة. وبعدين في منتصف الرقية حلمت إنه يطلع من فمي قزاز. أنا كلمتك قبل، يعني دخلت مع قسط قبل 2 شهرين. زجاج. هالمرة لا، طلع عشب أخضر، وعندي ومعي هذول المتوفين. هذا دليل على انه بتكونين بخير باذن الله سبحانه وتعالى، ورؤيه الميت ويخرج مني شيء هذا يدل على انه انا في شيء قديم عندي وراح ينتهي باذن الله. ان شاء الله. الله كريم. الله كريم طبعا. نعم، وانا متاكد 100% انه بمشيئه الله سبحانه وتعالى اللي بيستمر على الرقيه الشرعيه وعلى شرب الماء وعلى الدهان بالزيت وعلى التوكل على الله سبحانه وتعالى يقينا على رقيتك يا شيخ بعد الله، اللي هو دعاء الرهان والرقيه اللي ما شاء الله عليها. ما شاء الله استمروا عليها. نعم استمروا باذن الله تشوفوا كل خير فيها باذن الله. طيب يا شيخ الله يعطيك العافيه. استودعتك الله يا سجاع. مرحبا سجاع. الله يسلمك. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، في حلمين كنت عايزة حضرتك تفسرهم لي. يلا قوليهم. أول واحد هو أبويا متوفي الله يرحمه ويغفر له. حلمت إن هو جاي، أنا مقيمة هنا في السعودية، فحلمت إن هو جاي لي هنا في السعودية
ويقول لي انا بردان دفيني. وكانت حالته رغم ان بابا الله يرحمه راجل تقي ومتوفي يحب الصدقة وما سابش القرآن ورجل مصلي وسمعته جيدة جدا بين الناس الحمد لله. فقال لي انا بردان دفيني. فجيت قلت له تعالى يا بابا وقعدته على السرير وقايمه جايه ملبساه من بجايم ولادي وغطيته نام على السرير فهدي ونام. ده اول حلم حضرتك. في أحد من أقاربكم يحتاج إلى مساعدة مادية؟ حد من اقاربنا؟ لا احنا عيله ميسوره الحال. أنا سألت وبكرر السؤال، في أحد من الأسرة من المقربين لكم أنتم تعرفون أن عنده احتياج مادي ولا ما في؟ إي ولا لا؟ ايوه حضرتك. إذا كان في شخص تعرفونه من المقربين لكم تصدقوا عليه بنية الوالد، باسم الوالد، تصدقوا عليه، يطلب يتدفى، معناته أن في أحد من المقربين يحتاج إلى مساعدة وأنتم غفلتوا عنه، ساعدوا هذا الشخص اللي هو من المقربين لكم قريب لكم باسم الوالد، وكان صدقة عن الوالد. قولي هذه عن أبويا، صدقة عن أبويا، أنت طلعيها من نفسك وادفعيها له. تمام. الثاني. تمام يا شيخ الف شكر. الحلم الثاني ان انا او حضرتك انا حامل. فانا حلمه ان انا داخله بيت اهل جوزي لقيت السلالم بتاعتها يعني سلم سليم وسلم متكسر. بعض السلالم مكسره وفي صعوبه وانا بطلع. في صعوبه وانا بطلع السلالم. فان انا ولدت اديت طفل لحماتي تشيله على ايديها. ما اعرفش هو ولد او بنت يعني جنس البيبي ايه انا ما اعرفش بالظبط. علشان اعرف اطلع. فده حضرتك الحلم التاني. طيب خليني أسأل، أنت الآن حامل بأي شهر؟ بالشهر التاني. عندك مشاكل بالحمل؟ حضرتك عندي مشاكل. قبل الحمل هذا حصل فيه مشكلة برضو بحمل آخر قبل هذا الحمل؟ حضرتك كان في حمل قبليه وما حصلش فيه نصيب. وهذا الحمل اللي بعده برضو نفس الشيء، صار فيه تعثرات؟ حضرتك في تعثرات. شوفي أنت بتستمرين كذا حتى تلدين إن شاء الله، بمشيئة الله راح تلدين بهذا الحمل وراح يخرج سليم بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن ممكن تتعبين شهر وشهر لا، شهر وشهر لا حتى تلدين. ان شاء الله. اهم حاجه ان يجي بصحه جيده. الف شكر يا شيخ. ان شاء الله تشوفينه ويشوف النور. السلم هذا اللي شفتيه متكسر حتت هذا الاشهر، شهر تتعبين وشهر تسلمين، شهر تتعبين حتى تلدين باذن الله سبحانه وتعالى، وراح يجي المولود هذا باذن الله سبحانه وتعالى. مشكور يا شيخ الف شكر. تسلم. اسال الله العظيم رب السماوات والارض، قولي امين، ان يحفظ هذا الجنين بحفظه، وان يكلأه برعايته، وان يتمم عليكم حتى ترونه يمشي على الارض باذن الله سبحانه وتعالى، ويجعله من الصالحين. امين يا رب العالمين. امين يا رب. برعاية مشكور الله. يا شيخنا. تسلم.